اول ما عقد اللي هو فيه ده يخلص. سنتين العقد ده سنتين. لا خلص خلاص. هنتكلم في موضوع حلو قوي انا بحب اتكلم فيه وده رايي وانا مقتنعه. هنتكلم عن النيه في اثناء العلاقه بتتحقق، بمعنى انك ان ربنا امر بمسح الرجلين فغسلتها صلاتك بطل. ايه خد يا معلم رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ايها الفام العظيم، وحشتوني. او في مقولة اخرى والله اشتقنا. فيديو جديد وفي اثارة جدل، وجدل كان متصار قبل كده، وصلاة عشاء انت لسه ما صليتهاش او صلاة مغرب انا مش عارف، بس انت قوم صلي وتعالى احنا قاعدين. ولما تيجي بعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وتاني بناء على طلب الناس، تاني العرض بتاع كورس البرمجة خلص، فالناس طلبوه تاني. يا جماعة المرتب ده 11000 جنيه مش 11000 درهم. انت مش هتخلص كورس تشتغل مش 11000 دولار، انت مش هتخلص كورس تشتغل ب 11000 دولار. كورس البرمجة تعرف بعد 3 شهور تشتغل بيه في شركات، تشتغل بيه فريلانس، حرفيا حاجة محترمة جدا تأهلك للسوق. ورينج المرتبات بيبدأ من 11000 جنيه وبعدها نعلى لفوق. كل اللي انا محتاجه منك لابتوب، انترنت، وابدأ اتعلم حاجة تدخلك فلوس جنب دراستك، جنب شغلك، جنب اي حاجة انت بتعملها. الشغل الفريلانس والدخل الاضافي لابد منه، خاصة ان المجال ده كمان يأهلك انك تشتغل مع كلاينتس بره مصر. والناس اللي شغالة باك اند في مصر، اللي هو ده المسمى الوظيفي اللي بتبقى عليه بعد ما بتخلص الكورس، تقدر تأكد او تنفي هل فعلا المرتبات دي موجودة ولا لا. الاهم من ده بقى ان الكورس الاربع مراحل بتوعه ب 1800 جنيه زي سعر الاسبوع اللي فات، بس اتضاف عليه ميزة جديدة الا وهي ميزة الاستشارات. بيبقى فيه 6 لايف لمدة 6 شهور، لايف واحد كل شهر. اللايف ده بعد ما بتخلص الحاجة بتاعتك، لو في حاجة واقفة معاك او حابب استشارة من المدرب، تقدر تحضر اللايف معاه. عشان تاخد الاستشارات بقى لمدة 6 شهور، تخيل بكام؟ ب 200 جنيه. يعني الكورس من غير الاستشارات ب 1800، وان احتجت الاستشارات هتبقى ب 200 جنيه لايف لمدة 6 شهور. وظيفة الباك اند مطلوبة ومرتباتها حلوة، اتمنى انك تاخد خطوة فيها. ابعت لهم على الواتساب ده عشان تحجز الكورس، الكورس بيكون متاح معاك مدى الحياة. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول فيديو معانا ونقول الو. مش عارفه ليه بس انت عاجبني بجد؟ لا وانا انت عاجبني خلاص كده بالسهوله دي. انا فاهماك. مش عايزين نعمل مشاكل دراما. انت عايز الدلع. بحب الدلع. عايز اشتكي. تحفه الدلع. بس نكد انت. لا خالص. انا فاهماك. خالص. فرفشه وكده. وجع دماغ. ايوه انا زيك، ده عاجبني. ماشي. ده الستايل بتاعي. انت متجوزه؟ ماشي. متجوزه. يا جماعه في تفاصيل صغيره كده بننسى نقولها بتبوظ الدنيا. انت عاجبني، هو ده الستايل بتاعي، تهزله كتفها، وهو ده الفرفشه والدلع. بس يعني انا متجوزه بقى. ملحوظه كده جانبيه، الشيء بالشيء يذكر بقى، علشان معلش انا اتغلط فيا في التعليقات. ليه بقى؟ عشان قلت ان الست اللي غلط او كان ليها ماضي وتابت، يجوز ليها انها تبقى بني ادمه وتتجوز، حتى لو رجل عفيف ما لمسش واحده قبل. يجوز. ما اجبرتكش، ما خدتكش من ايدك قلت لك تعالى والله، مع ان اللي ليها ماضي دي مش كخه يعني، بالعكس التوبه مش سهله. يعني ان واحده تكون في سكه غلط وترجع منها دي مش سهله، ده توفيق ربنا. المهم انا لقيت ناس بتقول انت مش راجل واهلك ما ربوكش كويس وغلط كتير كده. ليه؟ علشان قال ايه؟ عايز الست اللي ليها ماضي ينفع تتجوز. اعوذ بالله يا اخي، انا ازاي وحش كده؟ في الدين التوبه تجب ما قبلها، في الدين التائب من الذنب كمن لا ذنب له، في الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. شايف الموضوع عامل ازاي؟ طب خد دي كمان، شوف الايه اللي بعدها بتقول ايه بقى؟ يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. كل ده للي بيزني وبيعمل حاجات اهو، الا من تاب وامن وعمل صالحا. ركز، تاب. وبشوف ناس في التعليقات تقول لي اصل هي تابت لربنا. امال هتتوب ليك؟ هتتوب للست الوالده عندكم في البيت؟ ما هي هتتوب لربنا. شوف بقى اللي تاب وعمل عملا صالحا ده ايه اللي بيحصل له؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الدين بيقول لك عادي، الدين بيقول لك يجوز. عايز اعرف بقى مين اللي فهمك ان الرجوله او الغيره على اهل بيتك ان هما ليها علاقه بان هي ما يكونش ليها ماضي. يعني الست اللي ليها ماضي دي تعمل ايه بقى؟ اقول لك بتعمل ايه؟ بتهرب من بيتها تكمل في الغلط لان ما حدش فتح لها باب الصح. ما هو طالما في من تفكير حضرتك وان هي ما ينفعش تتجوز تاني بقى خلاص، فما فيش غير يا تكمل في الغلط يا تنتحر. فيطلع لي حد في التعليقات زي ما حصل في التعليقات اللي فاتت، طب يا فرماوي يعني انت تقبلها
ولا هو انت علشان بتقول كده وخلاص اقبلها؟ وبعدين انا ما الزمتكش، يعني انا ما جيتش قلت لك، يعني الاسلام ما الزمكش، ما قلتلكش لازم تتجوز، لا انا بقول لك انه يجوز، عايز تعمل كده اعمل، مش عايز تعمل كده ما تعملش. والاخ اللي بيقصف في المحصنات، واحده داخله تتكلم يقول لها ما هي جات لك على الطبطاب، اصل انت تلاقيكي منيله الدنيا ففرحانه، ده قصف محصنات يا حبيبي، فين الرجوله في ده؟ تقول لها فرماسه مش هبقى عارف اتخيل يعني ان هي كان ليها ماضي، خلاص ما تتجوزهاش، بس الامر يجوز. انا واحد دخل يقول لي انت اهلك ما ربوكش علشان فاكر ان من الرجوله انك تتجوز واحده ليها ماضي عشان تستر عليها. انت كويس يا معلم؟ نيجي بقى للبنات، الدين بيقول لك اتحجبي، الدين بيقول لك بلاش تبرج، الدين بيقول لك بلاش اختلاط، الدين بيقول لك ان في تدريج في كل حاجه فابعدي من الاول خالص، الدين حاطط 100 خط بيقول لك ما تعديهوش، بس لما عديتيه وحبيتي ترجعي فباب التوبه مفتوح. سيبك من البشر ما بيحاسبوناش، اللي بيحاسبنا ربنا. الملائكه اللي في التعليقات فاكرين نفسهم ما بيغلطوش وكبار على الذنب، دول مش دول اللي هيحاسبوا في الاخره، اللي هيحاسب ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. توبي توبه نصوحه وباذن الله ربنا هيرزقك بالزوج وبالذريه وباذن الله كمان بالجنه. انت غلطتي، انت ما متيش، لا تنتحري ولا تسافري ولا تكملي في سكك غلط، طالما رجعتي لربنا اسمك عفيفه. اللي عايز يتجوزك اهلا وسهلا، اللي مش عايز يتجوزك اهلا وسهلا. وعايز اقول لكم على حاجه، نفس الناس دي هي اللي بتبقى رافضه الجواز من واحده مطلقه او واحده ارمله، بقى بس واحد لمسها قبل كده. لا يا شيخ بجد، واحد لمسها قبل كده، ايه اللي حصل بقى؟ بقت فرز تاني؟ ما هي بني ادم يا ابني، معلش يعني، هو مش في ناس سرقت وقتلت واغتابت وكذبت؟ كلها ذنوب. ما تقوليش توبت اصل معلش ذنب السرقه غير ذنب الزنا، اصل ذنب كذا غير ذنب كذا. ما هو ذنب الربا يا اللي واخد قرض ربوي اشد من الزنا، ترك الصلاه يا لمض يا اللي سايب الكومنتات قاعد ترغي فيها، ترك الصلاه ده اشد من الزنا. فانا المفروض انا والله العظيم التعليقات ما ضايقتني، انا زعلت على الناس على ان ده تفكيرها. يا حبيبي انت ليك ليك اخت، يعني لو اختك اتطلقت مش هقول لك ان حصل لها حاجه وحشه، اتطلقت، نظره الرجاله اللي بتفكر زيك هيبقوا شايفينها ست مستعمله، مش هنيجي جنبها. ده بخلاف بقى اصلا ان في ناس من الناس دي ممكن يكون ليها ماضي. الجزء ده بروزوه كده وانشروه في كل حته، مش مهم باسمي بس انشروه. غيروا فكره ان الست اداه، يعني غيروا الفكره القذره دي يا جماعه، بشعه. انا مش عارف بصراحه لحد دلوقتي انا هسامح في الناس اللي شتمت دي ولا ما سامحهاش، بس اتمنى لهم الهدايه. اللي بعده ما صدقت الاقي فيديو عشان اطلع اللي جوايا، سيل من التعليقات قذره وطريقه تفكير سيئه. اللي بعده، ازيك يا عمرو، اخبارك ايه؟ عمرو يا جماعه دلوقتي بقى سعودي، مش تبعنا، مش مصري. عقده يخلص هيسيب ليفربول. اول ما عقد اللي هو فيه ده يخلص سنتين، العقد ده سنتين. لا خلص خلاص، يعني الشهر الجاي يخلص. ممكن يتجدد له عقد تاني بسنتين، ممكن يتجدد له عقد ويبقى اخر عقد. محمد صلاح هيسيب ليفربول او ممكن يتجدد له سنتين، ما هو ما فيش احتمال ثالث. انت قلت الاحتمالين الواقعيين، ولو في احتمال ثالث فانت ما قلتهوش، يا هيجدد يا مش هيجدد. سبحان الله. شيلوا يا جماعه، شيلوا يبقى هاتوا لي العيال بتوع الطاقه تاني نتسلى عليهم. روح يا حاج الله يبارك. اللي بعده، لما بتروح تتوضى بتعمل ايه؟ بتغسل رجلك في الوضوء. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اهو نجيب واحد في صحراء قاحله نقول له اقرا النص في القران، هيفهمها ازاي؟ اغسل جوز وامسح جوز، خلاص. اغسل وشك وايديك وامسح راسك ورجليك. واحد هيقول بقى دلوقتي، يقول ايه يعني فرقت ايه يا شيخ ان احنا بدل ما نمسح ما نغسل؟ ما هو الغسل فيه المسح. اقول لك طب ما بتغسلش راسك ليه؟ عمر في حد بيتوضى بيغسل راسه؟ لا. هيقول لي يا اخي لان ربنا قال امسحوا برؤوسكم. اقول جميل، اللي قال امسح راسك قال امسح رجليك. ايه اللي يخليك تغسل رجليك؟ لانك لو عرفت. طيب معلش بس هو تاني، الغسل بيشمل المسح، يعني انا لو غسلت راسي وما مسحتهاش فعادي، ولو غسلت رجلي برضو عادي. مشكلتك فين؟ ان ربنا امر بمسح الرجلين فغسلتها، صلاتك باطله. ايه خد يا معلم رحف. لو ربنا امرك تمسح رجليك فغسلتها اللي من ضمنها المسح فصلاتك باطله. طب مبدئيا كده الاخ شيعي ومصري وشيعي، فيجب التنبيه والتحذير. احنا دوله مش هتتصنف، مش هتتقسم. اهبطوا. الراجل ده بدأ يطلع ترند الايام دي، مش ما عندناش سنه وشيعه. التيارات اللي في مصر كلها صوفيه واشعريه وسنه، والمعتقدات التانيه كمان كلهم كده واقفين ورا بلدهم. فنهبط عشان انا عارف القرف ده. احنا مش هنتقسم احزاب، احنا ما عندناش شيعه، واللي هيجي ينشر شيعه هنا فيها ازدراء اديان وهنحبسه.
احنا دولة واحدة وما عندناش اختلافات عدائية. قشطة يا شيعي؟ ما عندناش كده لما يبقى في خلاف نقوم على بعض. ففككم من اللي بترسموه الايام دي او من اللي بيصرف عليكم بيرسموا الايام دي. حسبي الله ونعم الوكيل. لما تفتح الاسانسير وتلاقي فيه واحدة لوحدها ما تدخلوش، لانك لو دخلته ساعتها يبقى حرام عليك شرعا واخلاقا. شرعا لانك ما ينفعش تنفرد بواحدة غريبة عليك حتى لو في مكان زي الاسانسير، واخلاقا لانك لو عندك غيرة ومروءة ورجولة بجد مش هترضى على اهل بيتك موقف زي كده. الشيخ ربنا يبارك له وضح نقطة بتحصل معانا كل يوم ومش واخدين بالنا منها. لقيت بنت في الاسانسير لوحدها ما تركبش عشان ده حرام. لقيتي ولد في الاسانسير لوحده ما تركبيش، استنيه ينزل ويطلع تاني او استناها تنزل وبعدها تطلع. ولو الواد اتبجح وركب انزلي انت لحد ما البجح ينزل، لا مؤاخذة. اللي بعده، عارفين ايه الاخطر من الذكاء الاصطناعي؟ الناس اللي شغالين فيه. الولد ده لقوه ميت في شقته في سان فرانسيسكو، كان باحث في شركة اوبن اي اي وكان شاهد رئيسي في كذا قضية من اللي مرفوعين ضد شركة اوبن اي اي. مكتب الطبيب الشرعي قال ان سبب الوفاة هو الانتحار وانه مفيش دليل على وجود جريمة قتل. الخلاصة ان اوبن اي اي او شات جي بي تي هو عبارة عن كل المقالات والمجلات والابحاث العلمية والكلام اللي منتشر على الانترنت بالكامل قعدوا يجمعوه لمدة كذا سنة وعملوا بيه شات جي بي تي وشكرا بس. ودي سرقة. دي اسمها ايه؟ سرقة. بس عادي يعني، الامريكان مش اول مرة يبقوا حرامية، لسه سارقين بترول من سوريا من العراق. البغل الجديد عايز يفرض رسوم على الحج. قال ايه؟ الكعبة دي بيت الله والله هو إلهنا جميعا، فاحنا عايزين رسوم على الحج. فاضل شوية وترامب يجيب الشلة بتاعته ويجي يطوف معانا ويسلم. اي حاجة فيها فلوس. بيزنس مان ماسك دولة. المشكلة ايه بقى؟ ان انا المفروض في اخر كل حلقة بفكركم باخواتنا في فلسطين. انا دلوقتي ما بقتش عارف افكركم باخواتنا في فلسطين ولا باخواتنا في سوريا اللي لو ما فاقوش وركزوا هيحصل تدخلات اكتر من ما هو حادث، ولا باخواتنا في السودان اللي منسيين خالص، ولا باخواتنا في لبنان ولا فين. في ناس زهقت من كتر الكلام، وناس تانية معلموا بلاء، وناس نسيت ان في مقاطعة، وناس نسيت ان في فتنة، ناس نسيت ان احنا في اخر الزمن، وناس مع مشاغل الحياة نسيت ان هم اهالي والمفروض يربوا اولادهم، واولاد مع التطورات اللي بتحصل نسيوا ان في اصل ودين. وبنات لما تطلع من بلدها تروح المدينة الجامعية او تروح بلد فيها جامعتها اللي تقلع طرحتها واللي تغير لبسها، ونسيوا ان في رقيب تاني غير الاهل. هي مشكلة الناس انها بتنسى. اللي بعده شكل يومنا طويل النهارده. يشتري بيت. اللي يريد يشتري بيت يلزم نية 40 يعني 40 اسبوع. 40 اسبوع يغتسل بشرط ان ما يعبر ولا اسبوع. اذا عبر اسبوع يعيد من الاول. تمام. ومن المجربات. هذه من المجربات، هذه من اللي الناس كانت تجربها وتنجح معاها في حياتها. اكتر حاجه بتضايقني يديك رزعه اصلها ايه؟ من المجربات. مين اللي جربها؟ انا واصحابي. من اهل البيت بيها. صحيح. هذه استاذ انت لان من هذا العالم ومن هذا العلم وانا من هالعالم وهالعلم نفهم هذا الشيء ونقدره ونعتبره هديه الماس. خد يا ثواني، هو فين بقى العالم والعلم اللي انتوا الاتنين منه وبيقدم هدايا المسيه ده؟ هذه اللي نيتهم صافيه، لكن اذا انت نيتك خبيثه وبتسوي شيء علشان بس تبي تثبت عكسه، اكيد لا لو تجيب ساحر ما حيضبط معك. بيقول لك لو انت بتغتسل لمده 40 اسبوع وفي نيتك تشتري بيت هتجيبه، بس لو نيتك صافي. شو بقى معاك فلوس معاكش فلوس، متوكل على الله مش متوكل على الله، اعوذ بالله يعني من كده، بتصلي مش بتصلي، بتغتسل 40 اسبوع، حط في نيتك ان انت تشتري بيت اعتبره عندك. مجربات بقول لك. لكن بقى لو نيتك خبيثه يبقى مش هتجيب البيت ولا هتشمه. اصل ده علم وهم من هالعلم ومن هالعالم. اطلعوا بره بقى من هالفيديو بعد اذنكم عشان مش ناقص عبث. اللي بعده انا ناقص. هنتكلم في موضوع حلو قوي انا بحب اتكلم فيه وده رايي وانا مقتنعه. هنتكلم عن النيه في اثناء العلاقه بتتحقق، بمعنى انك انت في علاقة جنسية مع حبيبتك مع شريكك، الكلام ده لو نويتي حاجة، تخيلتي، جسدتي، اتمنيتي حاجة، دعيتي بحاجة من جواكي هتتحقق. ليه؟ لان هو بيبقى بالبلدي يعني كده هالة جسمك لاستقبال كل الايجابيات، لاستقبال اي طاقه. فهو لو انت وزعتي طاقه ايجابيه، واللحظه دي بيبقى فيها صدق مشاعر بجد، لو الطاقه اللي انت بتبعثيها دي والامنيه دي ايجابيه هتتحقق. يا جماعه الناس بتاعت الطاقه بقوا مرض، يعني بقى شرك بالجمله. عايز حاجه روح اقعد على البحر، بص للموج وما ترميش لمده 3 ساعات. لو رمشت خلال ال3 ساعات رمشه واحده هتعيد من الاول، ما هو عقاب بقى. والاستاذه تقول لك لو بتعمل علاقه اتمنى اي حاجه وانت بتعمل علاقه تتحقق، لان
هالة جسمك بتكون منفتحه على الكون، والتانيه كانت بتقول لك اكتب على ورق اللورة وبقلم لونه احمر، معلش عشان لو كتبت بازرق انا مش هتتحقق الامنيه، انت حر. الانيل ان في ناس بتصدق عشان مفيش توعيه، مفيش تربيه. ما هو لما حضرتك توفر موبايل زي ده من غير ما تبقى رقيب عليه ومتابعه وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، فاحب اقول لك انك جبت اداه الجريمه لابنك عشان تاهله يكون مجرم. وحاجه حابب اختم بيها للناس اللي بتتفرج عليا من جوجل كروم، زي انا مثلا لما بتفرج على الفيديوز بتاعتي او على الفيديوز عامه، دي اداه اسمها حرام بلور. دي بتعمل لك بلور على صوره اي بنت موجوده قدامك، حتى لو فيديو بتشغل لك الصوت وبتعمل لك بلور على الصوره. فدي اداه حلوه جدا، ضيفوها، اداه مجانيه ما فيهاش اي حاجه يعني. وبعد ما تحمل الاداه دي لا تنساني من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.